الاخت هنا تقول كل ما اسلق بيض يطلع عندي صفار جامد، شلون اسوي مايا؟ الف مره شرحنا بس راح نعيدها. ضاع عيني، البيض متكون من 3 شغلات، كل وحده تجمد بدرجه حراره مختلفه. صفار البيض يجمد على درجه حراره 68 سيلسيوس، اما البياض الثخين يجمد على 60 سيلسيوس، والبياض الخفيف يجمد على 70 سيلسيوس. زين ليش؟ لان بيهم كميه بروتين مختلفه وكل واحد يتصلب بوقت معين. هسه تقولي لي اشتغلت رحمه الله وراح تدوخنا بالحرارات؟ بيضه شلون نسويها؟ راح اشوفك شلون نسويها تطلع بيرفكت. طريقتي انا حتى اسويها، اطلع البيض من الثلاجه، لازم يكون بارد، انطيه غسله سريعه، الغسله هاي سريعه حتى القشر ما ينكسر، ونحطه بمي حاره يغلي. بعد ما خليناها راح نحسبها 7 دقائق على حراره تغلي. شو راح يصير بهاي الطريقه؟ البيض البارده راح تنطبخ من برا الى جوا بالتدريج وبالتناسب مع درجات الاستواء البياض والصفار. فالجزء الاقرب الى المي الحار واللي هو البياض الخفيف راح يستوي اسرع. المهم بطتنا بطل بطتكم، سووها انتم هيك، انتم حسبوها بعد 7 دقائق، شيلوها طلعوها غسلوها بمي بارد وقشروها. اللي يحبها جامده يبقيها 10 دقائق، اللي يحبها سايحه يبقيها 7 دقائق. هسه راح نقصهم اثنيناتهم، هاي سايحه هاي جامده، بالعافيه. واكيد همين تذكروا الطبخ علم مو نفس، في مال لا.